بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. موضوعنا النهاردة مع كتاب بعنوان جلسات نفسية للدكتور محمد إبراهيم. الكتاب مزيل بعنوان حتى تصل إلى السكينة النفسية. كتاب جلسات نفسية هو واحد من الكتب اللي قدرت توصل لقلوب الشباب ببساطة وصدق، لأنه بيتكلم عن مشاعر حقيقية بنمر بيها من غير تعقيد ولا تنظير زيادة. وخلينا أخدك في جولة سريعة لكن مش عميقة داخل أفكار الكتاب بأسلوب خفيف وقريب. الكتاب عبارة عن مجموعة جلسات نفسية، كأنك قاعد مع صديق فهمك بجد، بيحاول يساعدك تفهم نفسك، مش يديك أوامر، مش هدفه يقول لك تعيش إزاي، لكن بيساعدك تسأل الأسئلة الصح عن حياتك ومشاعرك. الكاتب بيؤكد فكرة مهمة جدا، وهو إنه أغلب مشاكلنا مش جاية من الواقع نفسه، لكن من تفسيرنا ليه. فهم نفسك هي البداية الحقيقية. أول خطوة في الكتاب هي إنك تتصالح مع فكرة إنك مش فاهم نفسك بالكامل، وده طبيعي جدا. الكتاب بيشرح إنه أحيانا بنزعل ومش عارفين ليه، بنخاف من حاجات مش واضحة، بنكرر نفس الغلطات رغم إننا عارفين إنها غلط، وده لأنه في جزء جوانا مش واعيين بيه. رسالة الكتاب بتقول حاول تفهم مشاعرك بدل ما تهرب منها. العلاقات مش دايما زي ما انت متخيل. جزء كبير من الكتاب بيتكلم عن العلاقات، سواء حب، صداقة، أو حتى علاقة الإنسان بنفسه. أهم الأفكار إنه مش كل واحد بيبعد عنك يبقى بيكرهك. أحيانا التعلق بيكون بسبب الاحتياج مش الحب. بنحب الصورة اللي في دماغنا عن الشخص، مش الشخص نفسه. على سبيل المثال، ممكن تكون متمسك بحد مش عشان هو مناسب، لكن عشان خايف تبقى لوحدك. الألم النفسي مش عدوك. الكتاب بيكسر فكرة إنه الحزن حاجة لازم نهرب منها. بالعكس، الحزن بيكون رسالة، القلق ممكن يكون تنبيه، الخوف أحيانا بيحميك. يعني إيه؟ يعني مش كل شعور سلبي هو حاجة سيئة، أحيانا بيكون دليل إنه في حاجة محتاجة تتفهم أو تتغير. فكرة القناع واحدة من أقوى الأفكار في الكتاب. هي إنه كل واحد فينا بيلبس قناع قدام الناس، في الشغل، حتى مع أقرب الناس ليك، وبمرور الوقت بننسى إحنا مين بجد. المشكلة إنك ممكن تعيش حياتك كلها بتحاول ترضي الآخرين وتنسى نفسك. رسالة الكتاب إنه مش كل الناس بتحبك، المهم إنك تكون حقيقي. التكرار، ليه نفس السيناريو بيحصل؟ هل عمرك حسيت إنك بتعيد نفس الأخطاء؟ الكتاب بيشرح إنه ده بسبب معتقدات قديمة، تجارب طفولة، أفكار مترسخة عن نفسك. على سبيل المثال، لو مقتنع إنك مش كفاية، هتلاقي نفسك دايما في علاقات بتأكد الإحساس ده. تقبل نفسك، من أهم محاور الكتاب هو التقبل. لكن خلي بالك إنه التقبل لا يساوي الاستسلام. التقبل يعني تعترف بمشاعرك، تعترف بعيوبك، تبطل تجلد ذاتك، لأنك طول ما أنت بتكره نفسك مش هتعرف تطورها. المقارنة سم قاتل. الكتاب بيتكلم عن خطر المقارنة بالآخرين، خصوصا في زمن السوشيال ميديا. ليه المقارنة مؤذية؟ لأنك بتقارن حياتك الحقيقية بلحظات مختارة من حياة غيرك، بتخليك دايما حاسس إنك متأخر. طيب الحل إنك تركز على رحلتك أنت، مش سباق غيرك. الراحة النفسية مش هدف نهائي. الكتاب بيقول فكرة مختلفة. الراحة مش دايما معناها إنك ماشي صح. أحيانا الراحة بتساوي هروب، والتعب نمو. يعني ممكن تكون مرتاح لأنك بتتجنب المواجهة، مش لأن حياتك متزنة. مواجهة الحقيقة واحدة من أهم الجلسات بتتكلم عن إنك لازم تواجه نفسك. هل أنت فعلا سعيد؟ هل اختياراتك نابعة منك ولا من ضغط المجتمع؟ هل أنت عايش حياتك ولا حياة حد تاني؟ الكتاب بيشجعك تسأل حتى لو الإجابات وجعتك. الأفكار والواقع، الكتاب بيركز على فكرة مهمة جدا. أفكارك مش دايما حقيقة. يعني ممكن تحس إنك فاشل، وده مش حقيقي. ممكن تتوقع الأسوأ ويطلع وهم. المشكلة إننا بنصدق أفكارنا بدون ما نراجعها. الوحدة مش دايما وحشة. الكتاب بيعيد تعريف الوحدة، وبيقول إنه مش معناها إنك مرفوض، أو ممكن تكون فرصة تفهم نفسك من خلالها. الوحدة الصحية بتخليك تعيد ترتيب أفكارك، تهدى، تقرب من نفسك. الحدود، اتعلم إنك تقول لأ. من أهم المهارات اللي بيتكلم عنها الكتاب وضع حدود. ليه؟ لأنك مش مسؤول عن إرضاء الجميع، لأنه الضغط المستمر بيدمر نفسيتك. كلمة لأ مش قسوة،
لكنها حماية لنفسك. التغيير بيبدأ من جواك. الكتاب بيؤكد إنه مش هتقدر تغير كل الظروف، لكن تقدر تغير طريقة تعاملك معاها. وده الفرق الحقيقي بين شخص ضحية الظروف وشخص بيتعامل معاها بوعي. حب الذات مش أنانية. في نقطة مهمة جدا في الكتاب، وهو إنه بيفرق بين حب الذات والأنانية. حب الذات يعني تهتم بنفسك، تحترم مشاعرك، تختار اللي يناسبك، لكن بدون ما تأذي غيرك. الوعي هو سلاحك الحقيقي. كل جلسات الكتاب بتوصلنا لنقطة واحدة، وهو الوعي. لما تبقى واعي هتفهم ليه بتتصرف بطريقة معينة، هتعرف تغير، هتخرج من الدوائر المتكررة. خلاصة كتاب جلسات نفسية مش كتاب نصائح تقليدية، هو رحلة جوه نفسك. بيخليك تسأل بدل ما تتهرب، تواجه بدل ما تنكر، تفهم بدل ما تحكم. وأهم رسالة في الكتاب: أنت مش محتاج تبقى مثالي، أنت محتاج تبقى صادق مع نفسك. وختاما، الكتاب مش هيغير حياتك لوحده، لكن ممكن يكون بداية تغيير حقيقي لو سمحت لنفسك تفكر بصدق. ولو في فكرة واحدة تطلع بيها من الكتاب، فأنا أعتقد إن هي افهم نفسك الأول، وباقي حياتك هتبدأ تترتب. لو عجبك المحتوى شاركه بلايك وشير وسبسكرايب.